صباح الخير يا شباب. النهارده فلوج يوم الامتحان. يعني هاخدكم معايا في لفة كده وتشوفوا نظام الامتحانات وكده. الساعة الآن 6:30، امتحان الساعة 1. فاحنا نقعد لغاية الساعة 11 كده، 11:30 كده، نلبس وننزل. بس فهاخدكم معايا النهارده، يعني نشوف اليوم هيمشي ازاي، نشوف ترتيبات الامتحان، نشوف لازم تعمل ايه صباح يوم الامتحان او ليلة الامتحان عشان تجيب اعلى الدرجات. يلا باي باي. طيب، الحمد لله لسه واخد دش ساقع، بس عاوزين نتكلم على 4 نقط تعمل ايه يوم الامتحان الصبح او ليله الامتحان بالليل يعني. بعيدي بقى بعيدي بقى، يخرب بيتك بوظت الكاميرا. فهم 4 نقط عاوزين نتكلم عليهم عشان تعمل ايه ليله الامتحان او يوم الامتحان الصبح. اول حاجه طبعا عشان نخليها ثابته، يعني لو انت مش مذاكر كويس ومش متوكل، فاهم، انت هتجيب العيد. تاني حاجه، ما تختبرش نفسك قبلها بيوم او يوم الصبح الامتحان، لان انت طبعا هتختبر نفسك هتجيب درجه وحشه، هتزود توتر بس على الفاضي وملهاش لازمه قوي يعني بصراحه. تالت حاجه هو النوم كويس، طبعا تبقى قبلها بيوم نايم كويس جدا، اقل حاجه 8 ساعات او 7 ساعات ونص، بحيث انك تبقى صاحي مركز وتبقى فايق. ولو مش صاحي مركز، ودي النقطه الرابعه، ممكن تشرب قهوه او تعمل دش ساقع زي ما انا عملت كده من شويه، وبس كده تكون دي اخر حاجه في البتاع. ومن اسرار المذاكره المكتب باظ قوي بصراحه، فانا عاوز اظبطه كده شويه يعني. كوبايه قهوه على كوبايه مش عارف ايه. لا، المايك فين؟ فيعني انت لو بترتب المكتب او بتعمل اي حاجه زي كده، اعمل كل حاجه 100% من انت بتعملها. انت بترتب المكتب، برتب المكتب 100%، يعني هعمله واخلصه واظبطه بشكله جامد جدا. لو بتذاكر ذاكر 100%، ما تمسكش الموبايل، يعني ما اعملش مثلا 50 50، اكون بذاكر 50% وبلعب 50%، بحيث ان انا ما استفدش من حاجه خالص. فلا انا لعبت ولا ذاكرت. فانت لما بتعمل حاجه اعملها 100%، وده هيساعدك غالبا كتير قوي يعني. المفروض ان اعمل فقره اللي جت ريدي وذ مي تاني، بس عاوزين نلحق الفول فنخلص بسرعه. يلا، 1 2 3. طبعا نفس التيشيرت انا مكسل اغيره، هنروح والشبشب اختياري يعني عادي. طبعا دكتور جيكوب جاله اصابه في الصليبي، فعاوز يوجه رساله ليكم. السلام عليكم. لازم طبعا تاخد بالك من نفسك بس خلاص كده. يعني، وقول الاذكار بقى، عشان ايه في ناس كتير كده، ناس صفرة كده من جوه، تديها يا كوبري مثلا تقوم تجيبك الارض. وثانك يو فيري ماتش. اهو جه اهو، اهو جه الفاشل. يلا، المهم يعني يا شباب، ايه هو تعريف مصطلح كلمه انكوكت؟ انكوكت معناها طبخنا يا رجاله. مش كده، جيت على السؤال، هو الامتحان 120 سؤال ام سي كيو، جيت على السؤال ال 80 كده مثلا، لو انا واقف باصص كده للورقه، ورقه بصلي لي نفس الطريقه، انت بتعمل ايه؟ فبتلاقي الدنيا صعبه قوي بصراحه، بس الحمد لله يعني احسن مما توقعت. بس يعني دعواتكم النتيجه بقى تبقى كويسه. هو يعني عندنا امتحان تاني بعد 4 ايام بالظبط، 4 ايام مذاكره يعني، قلبين ده مع ده، فاهم، فالحاله صعبه قوي بصراحه. المفروض ان احنا نذاكر، والدفعه كلها دلوقتي قاعده بتذاكر عشان الامتحان الجاي، بس مش قادر بصراحه. خليها بكره ان شاء الله، نصحى بكره الصبح ونذاكر بقى من اول اليوم، لاني النهارده مش قادر بصراحه. هو غالبا كده كده يوم بتاع الامتحان ده ما ينفعش تذاكر فيه بعديه، اصلا مخك مش هيستقبل معلومات. مش عارف اقفل الفيديو على كده ولا لا، بس يعني لو قفلته، بس قررت اروح الجيم يعني. صلحت العجله اخيرا، المفروض تكونوا شايفين. انا معيش فرامل، اقسم بالله معيش فرامل. اه شيت، ثواني. ها وصلنا. هو الجولدن. انا مش باين صح والله يعني يا شباب. موضوع الجيم ده ما هو ايه الا ايه يعني، ان انت تلتزم في الجيم محتاج اول اسبوع بس، بعد كده اول ما تخلص اول اسبوع ده هتلاقي نفسك تنزل الجيم لوحدك. وتحدي جامد جدا بصراحه، انك حتى لو انت تعبان تنزل الجيم، حتى لو هتتمرن تمرين اي كلام، بس اسمك نزلت، بحيث انك تعرف تحط يعني يوم على يوم عشان تعرف تحقق حاجه في الاخر يعني. كل الناس بتتفرج عليا. اوه ماي جاد، ماشي. محدش اصلا، انا مش جايب ترايبود، انا ساند على البتاع اصلا. يعني اتمرنا بعض من الظهر والبايسبس. ما صورتش تمرين للأسف، بس عاش بصراحة يعني. كان يوم شيق وكان يوم شاق، وكان يوم مليء بالمتاعب ومليء بالفعاليات الجميلة. مش عارف ايه تاني صراحة ممكن تكون يتقال. فبس لو عجبك الفلوج ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفلوج الجاي، وبيس اوت.